اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح النشاط، صباح الكركبة. عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جديد، وفيديو النهاردة كله كركبة، يعني هننظم المطبخ. شايفين المطبخ عاملين ازاي؟ دي اخرة بقى اللي تغيب على مطبخها وترجع تلاقي ولادها عاملين فيه العمايل السودة دي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. شوفوا مطلعين ايه، بقول لكم مطلعين زبدة اللوتس ومربة الحليب والنوتيلا، وموسخين صواني وموسخين طاسات والجريل، والدنيا كلها متبهدله. ومطلعين الدقيق كمان، كانوا بيعملوا كريب حلوه وحادق. المهم بقى هننظم المطبخ كده مع بعض كده، ويلا نصلي على الرسول كده ونسمي الله وندخل برجلنا اليمين. وخشي يا اختي، خشي خشي وشمري ايديك الاتنين. ويلا يا شملوله، شوفي هتعملي ايه في مطبخك. اول حاجه كده ابتديت اعملها، ابتديت بقى ان انا انظم كل حاجه وارجع كل حاجه مكانها. شلت بقى كل اللي كانوا مطلعينه الهاند بلندر والدقيق وكل حاجة كانت على الرخامة، والنوتيلا والحاجات اللي كانوا مطلعينها بيشتغلوا بيها. كانوا عاملين بقى شيفات بقى، ما هم ايه، ابن الوز عوام. فطالعين بقى ايه لامهم بقى، وطالعين بقى يعملوا لي بقى فيها شيف. المهم بقى إيه قلت بقى انظم الدنيا كده واشيل بقى كل حاجة. والفانيليا كمان مطلعينها، كله ما سابوش حاجة الا لما طلعوها. وما سابوش حاجة في المطبخ الا لما استعملوها. حتى القلافزات اللي انا بطلعها يعني امسك بيها حاجة، مطلعينها كمان. عاوزة اقول لكم بقى من الاخر كده، ما فيش ولا معلقة في المطبخ نظيفة. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في المطبخ ده. يعني انا ابتديت بقى بالرخام كده، ان انا اظبط الرخام بتاعي واظبط البوتاجاز، وانضف كل حاجة واحط كل مواعيني في الحوض. يبقى اعتبر كده تلات ارباع الشغل خلاص كده تمام خلص. شوفوا مطلعه ايه من العجان. الحاجات اللي كانوا عمالين ايه بقى عاملين فيها شيفات كده، وعمالين بقى يفنشوا بيها. الحاجات اللي هي شوكولات شيبس ومش عارفه ايه وشوكولاته كريسبي والحاجات دي. المهم ايه، خلصنا كده الرخامة بتاعتنا كده، شلنا كل اللي عليها وشلت كل حاجة رجعتها مكانها. إيه وبعدين بقى ايه، قلت بقى اروح بقى اغسل المواعين. شوفوا مواعين قد ايه. يعني بصراحة عايزالي غسالة اطباق، المفروض والله حلال ليا غسالة الاطباق. انا هقول لباباهم يجيب لي غسالة اطباق، لاني خلاص يعني خلاص انا ما عدتش قادرة استحمل ولادي دول. المهم بقى جبت بقى البريل كده بقى والسلكة، وقلت بقى ايه، ادي للرخام بتاعي غسله كده، لانه بصراحه بيلزق خالص. كله تلزيق وكله بقى نوتيلا وشوكولاته كده، ومظبطين لي الدنيا، مظبطيني عيالي والله، مظبطيني على الاخر. هشيل كده بقى الاستندات بتاعه اطقم التوزيع كده، عشان ادعك الرخامه كده دعكه تمام. لازم اطلع من المطبخ كده وهو منور بيبرق بربرق بربرق. فغسلت كده الرخامه بتاعتي كده، وهجيب بقى كده ميه في كوبايه واشطفها. احط الميه بقى كده واشد كده بالمسحه، اجيب المسحه الصغيره اللي انا بمسح بيها ايه اسرائيل بتاع الرخامه دي. خلاص كده بقت بتبرق معايا اهي. تديلها كمان شطفه بالميه، عشان لو حط شويه صابون كده مستخبيين هنا ولا هنا، اجيبهم بقى بشويه الميه دولت. واظبط كده الرخامه بتاعتي، عشان اجيب صفايه المواعين احطها على الرخامه. وابتدي ان انا اغسل المواعين بتاعتي. ابتدي بقى فقرة غسيل المواعين. المهم يا حلوة، انت حطيتي لايك ولا لسه؟ يلا يا فوزية، ما كنتيش حطيتي اللايك، يلا حطي اللايك. المهم ايه، خلاص خلصنا كده الرخامة بتاعتنا. انشفها كده بقى بالفوطة بتاعتي دي. شوفوا الرخامة بتبرق ازاي. هجيب بقى صفاية المواعين وابتدي بقى اغسل المواعين بتاعتي. يلا بقى ايه، شمروا كده وتعالوا، يلا تعالوا ساعدوني. المفروض انتوا تيجوا تساعدوني كده او تسلوني على الاقل يعني. احسن حاجة بقى ان انت كده ما تغسلي المواعين حد بقى يكلمك في التليفون، تحطي كده التليفون تحت الطرحة وتقعدي بقى ايه تدردشي بقى في التليفون، مش هتحسي بغسيل المواعين او اي شغل عامة. يعني انا لما اجي اشتغل وساعات يعني مرات ابن عمي تكلمني، او بنت عمي تكلمني، او بنت خالتي، اي حد يكلمني. المهم احط بقى التليفون كده واقعد اشتغل كده بالتليفون، ما احسش باي شغل، واخلص اللي ورايا وانا قاعده لسه برضو بتكلم ودردش وارغي. المهم ما نجيبش في سيره الناس. اظن برضو معظم الناس كده، بس انا بحب ان انا يعني ايه ادردش كده مع حد، بدل ما اقعد افكر في حاجه مزهقاني، حاجه مضايقاني، حاجه مزعلاني. المهم ان احنا ايه، نبعد عن الطاقة السلبية، نحاول نخرج نفسنا من الطاقة السلبية اللي في حياتنا كلها. أي حد مزعلك، أي حد مضايقك، كبري دماغك خالص. مع السلامة للي عاوز يمشي. صح ولا مش صح؟ المهم ان انتي لا تكوني بتزعلي حد، ولا تكوني غلطانة في حد، ولا تكوني قصرتي مع حد.
وده اهم حاجة. وربنا يدي لكل واحد على قد نيته، وادعي دايما الدعوة دي، ربنا يديني على قد نيتي ويدي لكل واحد على قد نيته. اتعاملي بس بالخير مع الناس و... وعاملي ربنا في كل حاجة. كل حاجة بتعمليها عاملي ربنا أحسن من أي حد. ما تعمليش البني آدمين، عاملي ربنا. ربنا هو اللي هيحاسبنا مش البني آدمين. البني آدم طماع، البني آدم ما بيعجبوش حاجة مهما تعملي له. يعني في ناس تحب تاخد بس، ومجرد ان انت تطلبي منها او تاخدي منها ياكلوكي اكل، يهبشوكي من المعنى الاصح. انما يعني من الاخر كده اللي بيتعود ياخد ما بيديش. اللي بيتعود ياخد ما بيديش، حتى لو طلبته منه مش هيديكي، لانه تعود ان انت عودتيه من الاول ان انت اللي تديله، وانت اللي تكوني عندك عطاء ليه. حتى في ازماته تلاقيه برضه، تلاقي نفسك واقفه معاهم او واقفه مع اي حد بتعزيه، لانك بتحبيه فبتديله، ودايما واقفه جنبه ودايما واقفه معاه. فدايما فتحسي بقى ايه ان البني ادم ده، يعني تحس ان هو خلاص خد على كده، خد على انك انت تديله وانت اللي تقفي جنبه. وخلوا بالكم النوع ده من الناس، لو انت حصل لك اي موقف او احتجتيه في اي حاجة، اعرفي انه مش هيقف جنبك، اعرفوا انه مش هيديكي، لانه هو اتعود ان هو بياخد وبس، بياخد وبس وما بيديش. وفي اي ظروف مش هتلاقيه جنبك. بس كده. المهم يا ستي ايه، هنخلص بقى المواعين بتاعتنا كده. مالك يا شيماء محموقة ليه كده؟ مش محموقة والله، عادي يعني. مجرد نقاش مش اكتر، فضفضة مش اكتر. انما تقولوا حد مزعلني، لا الحمد لله انا محدش مزعلني. وانا راضية والحمد لله، طالما ولادي وجوزي وبيتي وحياتي في امان وفي سلام فالحمد لله. يبقى انا كده مبسوطة وفي قمة السعادة. خلصنا المطبخ بتاعنا، خلصنا شوية المواعين، خلصنا شوية المواعين اهوت واحنا قاعدين ندردش مع بعض. وما خدوش معانا وقت خالص، وغسلنا الحوض بتاعنا وخليناه بيبرق. شوفوا نقي وصافي ازاي، زي الناس الصافية النقية بالظبط، مش الناس اللي كلها خبث ولقم. خلصنا كده، هننشف بقى وننشف كده اللي هو ايه، الورق الفايبر اللي احنا حاطينه على الحيطة ده. بننشفه عادي يعني، بصوا بينضف من اقل حاجة. وحطاه على الحوض وما بيجرالوش اي حاجة. اللي بيقول بقى ان هو ممكن يبوظ من المية او كده، لا لا لا، ما بيجرالوش اي حاجة والله يا جماعة. بس ايدك فيه على طول ونضفيه بفوطة بس مبلولة مية، وامسحي اي حاجة عليه مش نظيفة هيطلع معاكي بكل سهولة. خلصنا كده وغسلنا الفوطة بتاعتنا وصفينا المواعين بتاعتنا، نرجع كل حاجة مكانها بعد ما تصفت من المية تماما طبعا، عشان ما تطلعش ريحة والمية تبقى مبقعة كمان في الحاجة. المهم كمان خلصنا المطبخ بتاعنا اهو، شوفوا المطبخ بتاعنا اتنظم وما عادش فيه اي حاجة. شو اظن انتوا شفتوا المطبخ كان شكله ايه، كان مكركب اخر كركبة. وكان في كمان كام حمامية كده غسلتهم كمان ونضفتهم وحطيتهم كده ونقعتهم في ليمون في جنب، انتوا شفتوهم اهوت. وعندي فول كنت بلاه، لازم نبل الفول قبل ما نسويه، مش هياخد معاكي وقت خالص في السوا، بس لازم يتبل والفولاية كده تنفش، عشان تشوفي الفولاية اللي هي مثلا فيها سوسة او فولاية مش حلوة، فتظهر اكتر لما تبلي الفول. تمام. الفول ده بقى ربنا يخليه لي يا رب، ابن عمي هو اللي بيجيب لي الفول على طول، هو تاجر فول قد الدنيا، ربنا يا رب يزيده ويبارك له. وبصراحة ونعم الأخ بصراحة، ابن عمي ده والله ولا في الدنيا. يعني هو بعد أبويا الله يرحمه ما مات، والله هو السند بتاعنا كلنا. ربنا يا رب يديم عليه الصحة والعافية ويرزقه ويوسع رزقه كمان. يا رب بقى اللي بيسمعني كده يدعي له دعوة، عشان أنا بحبه جدا، وهو بصراحة يعني زي ما بقول لكم كده هو أبونا، أبونا كلنا والله. يعني هو السند لينا بعد أبونا الله يرحمه. المهم ايه، هنقي بقى الفول بتاعي كده، والفولايه كده اللي الاقيها مش تمام احطها ايه في العلبه الصغيره اللي زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى الفول بتاعي واديله غسله تمام كده، اغسله مرتين، رغم ان انا يعني بعد ما بليته صفيت الميه بتاعته وغسلته، وابتديت ان انا ايه انقي الفول بتاعي. هغسله كمان اشطفه شطفتين كده وبعدين اعلق عليه. ما خدش معايا والله ساعه واستوى، ما شاء الله الفول جميل. يعني انا عن نفسي والله انا ما بشتريش فول، يعني هو بيجيب لي الفول بصراحة حلو قوي وطياب.
الناس بقى يعني اكيد الناس اللي زي دي طبعا اللي بيتاجروا في الفول بيبقوا عارفين الفول الطيابي من الفول اللي هو بيغيب في السوا. المهم ايه، خلصنا كده وشطفنا الفول بتاعنا، هنديله كمان شطفة واحطه بقى في الحلة. هغسل بقى البولة ديت واركنها على جنب كده واجيب الحلة علشان احط فيها الفول بقى عشان اسويه. تمام كده تمام. شوفوا الفول شكله ابيض وحلو ازاي، شوفوا كده. وبعدين احطه في الحلة. اللي وصل معايا لحد هنا يا ريت بقى يعمل لايك. عملتوا لايك ولا لسه؟ اللي لسه ما عملش لايك يا ريت بقى يعمل لايك ويكتب لي كومنت حلو. وتسلم ايديكوا على كل لايك بتحطوه. خلاص كده خلصنا بقى كمية الفول كده، بقى نصطاد بقى الكام فولاية اللي في المية دولت، ما نسيبش فولاية بقى تضيع مننا كده. اشطف بقى البولة دي كمان عشان يبقى ايه، مفيش عندي مواعين وسخة خالص، كله اتنضف وغسلنا كل اللي ورانا ومفيش اي حاجة. خلاص كده تمام. يلا بقى نولع على الفول بتاعنا. طبعا غطيت هنا الفول بتاعي وحطيت له كمية من المية، بحيث ان انا يعني زودته مية كتير، بحيث ان انا ما زودش مية تاني. لو هتزودي مية تاني تزودي مية تكون سخنة، ما تكونش باردة، عشان الفول بتاعك ما يسودش معاك. حطيت هنا ايه، حطيت كام فص توم، وحطيت جزرتين قطعتهم شرايح زي ما انتم شايفين كده، وحطيت نص كوباية من العدس الاصفر. بس ما حطيتش طماطم، ما بحطش طماطم. الطماطم لو حطيتيها هتسود لك الفول بتاعك. انا هوريكي الفول بتاعي شكله ايه دلوقتي. دلوقتي الفول بتاعي غلى معايا، شوفوا حتى وقع معايا، وقع ميه على البوتاجاز وانا نشفتها. غلى الفول، حطيت له شويه من بودره الزعفران او بودره الكاري عشان يطلع معايا اصفر ولونه كهرمان وحلو كده. الفول بتاعي كده استوى تمام، شوفوه استوى او ما حطيتلوش ولا نقطه ميه. يا سيدي شوية فول زبدة، فول كده، شوية فول من الآخر والله يا جدعان. تعالوا دلوقتي هفرم لكم شوية في الخلاط وهوريكم الفول وهو نازل كده شكله ايه. ما اقولكوش على الحلاوة وعلى الجمال ولا على الطعم، ايه الجمال ده. شوفوا الفول، لا اسود ولا لونه غير، لونه اصفر كهرماني ازاي، تحفة. فما تنسوش بقى تعملوا لي الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، وانتظروني بقى في فيديو جديد.